هل ما زلت تؤكد ذلك؟ وهل يعود هذا التقييم إلى نتائج المواجهات الأخيرة مثل دوري الأمم الأوروبية وكأس أوروبا؟ فإسبانيا تبدو قوية جدا من الناحية الدفاعية، بينما تمتلك فرنسا هجوما قويا للغاية. ما نوع المباراة التي تتوقعها غدا؟ هل ستكون مفتوحة أم مغلقة؟ وهل لا تزال ترى أن إسبانيا هي المرشحة للفوز؟ نعم، أؤكد ذلك. باستثناء المباراة الأولى، أثبت المنتخب الإسباني طوال البطولة أنه أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب، ولست أقول ذلك لإضافة المزيد من الضغط على لويس دي لافوينتي أو على لاعبيه، لأنه يدرك جيدا حجم التوقعات الملقاة على عاتق المنتخب الإسباني. إسبانيا تعرف كيف تهاجم كما تدافع بطريقة ممتازة، إذ لم تستقبل سوى هدف واحد في عدة مباريات، ونحن ندرك أن مواجهة الغد قد تكون مباراة رائعة بين منتخبين يمتلكان جودة هجومية كبيرة. لكن في الوقت نفسه يفكر كل من لويس وأنا أيضا في الجانب الدفاعي، لأن التنظيم الدفاعي لا يقل أهمية عن القوة الهجومية. ومع امتلاك المنتخبين لكل هذه الجودة في الخط الأمامي، فمن المتوقع أن تكون المباراة ممتعة ومثيرة للغاية. مرحبا ديشان. خضت العديد من مباريات نصف النهائي مع المنتخب الفرنسي في مختلف البطولات، سواء في كأس العالم أو بطولة أوروبا أو دوري الأمم الأوروبية. كيف تساعدك تلك الخبرات السابقة في التحضير لمباراة الغد؟ وهل تغيرت طريقتك في الإعداد لهذه المواجهات الكبرى مع مرور السنوات؟ بالتأكيد، الخبرة والتجارب السابقة عنصران مهمان للغاية، لكنني لا أتعامل مع كل مباراة بالطريقة نفسها، لأن الظروف تختلف دائما، سواء من حيث المنافس أو المجموعة التي أعمل معها. الكلمة الأهم بالنسبة لي هي التكيف. قد تكون هناك بعض الأمور المشتركة بين المباريات، لكن لا توجد مباراتان متطابقتان أبدا، لأن هناك العديد من العوامل والمتغيرات التي تختلف لاعبا معا في مباريات أخرى، كما أن الاختيار بينهما يعتمد أيضا على طبيعة المنافس. فإذا بدأ أحدهما المباراة ودخل الآخر لاحقا، فلن يكون ذلك بهدف إراحة أحدهما، وإنما بحسب احتياجات اللقاء. بشكل عام، لا أبني اختياراتي على ما سيفعله المنافس فقط، بل على خصائص لاعبين أيضا. وكما شرحت سابقا بشأن أشرف حكيمي، فإن ديزيريه دوي يمتلك قدرة أكبر على الدخول إلى العمق واللعب بالقدم اليسرى، بينما يميل باركولا أكثر إلى اللعب على الأطراف. لذلك أنا سعيد جدا بامتلاك هذين اللاعبين، إضافة إلى بقية عناصر الفريق. مرحبا ديشان. هل وجود لامين يامال سيجبرك على منح تعليمات مختلفة للجناح الأيسر الذي سيبدأ المباراة غدا؟ من الطبيعي أن نأخذ نقاط قوة المنافس بعين الاعتبار، تماما كما يمتلك منتخبنا نقاط قوة أيضا، وكما أن زميلي لويس دي لافوينتي سيأخذ في حساباته إمكانيات لاعبينا، فمن الطبيعي أن أضع قدرات لامين يامال في اعتباري. إنه من اللاعبين القادرين على صناعة الفارق، ولذلك فإن هدف أي منافس هو الحد من تأثيره في المباراة، فهو لاعب مؤثر جدا مع المنتخب الإسباني. هناك عدة حلول للتعامل معه، لكن الأمر ليس سهلا. وفي المقابل، أعتقد أن مواجهة بعض لاعبين في مواقف فردية ليست مهمة سهلة أيضا، لذلك ستكون هناك مواقف تحتاج إلى إدارة جيدة طوال المباراة. مرحبا ديشان. خاض المنتخب الفرنسي أمس أول رحلة طويلة له إلى دالاس، بينما سافر المنتخب الإسباني أكثر منذ بداية كأس العالم. هل تعتقد أن ذلك قد يصنع الفارق في مباراة الغد؟ بصراحة لا أعلم. لم أتابع عدد الرحلات أو المسافات التي قطعها المنتخب الإسباني، بينما نحن نعرف جيدا برنامج تنقلاتنا، ولهذا السبب كنت أؤكد دائما أن إنهاء دور المجموعات في الصدارة كان مهما، لأننا كنا نعرف مسبقا مسارنا في البطولة، كما أن اختيار بوسطن مقرا للإقامة لم يكن صدفة، إذ نمتلك هناك فندقا ومعسكرا تدريبيا يوفران لنا منشآت ممتازة. أما المنتخب الإسباني فلم أحسب عدد الكيلومترات التي قطعها خلال البطولة. أعلم أننا حصلنا في إحدى الفترات على 4 أيام من الراحة، وربما حصل المنتخب الإسباني على فترة أطول. ومن المؤكد أن الجاهزية البدنية والانتعاش عنصران أساسيان لأي منتخب في بطولة بهذا الحجم. الوصول إلى نصف النهائي يعني خوض مباراة إضافية، وهذا أمر طبيعي. لذلك قد تظهر آثار الإرهاق، سواء بسبب المباريات التي امتدت إلى الأشواط الإضافية أو بسبب المباريات التي أقيمت في درجات حرارة مرتفعة، وهو ما يترك تأثيرا على اللاعبين خلال الأيام التالية.
كل هذه عوامل مهمة، لكن ما إذا كانت ستؤثر في نتيجة المباراة أم لا؟ فهذا يعتمد على الحالة البدنية والذهنية للاعبين. أما فنحن في وضع جيد، وجميع أفراد المجموعة جاهزون تماما لمواجهة الغد. إلى أي مدى يصعب عليك الاختيار بين تشاوميني ومانو كوني وبين ديزيريه دوي وبرادلي باركولا في مباراة مثل مواجهة الغد؟ لن أقول العبارة التي تخطر ببالي، لكنها تعبر عن أن الأمر أصعب بكثير في كرة القدم. في النهاية، كل مدرب مطالب باتخاذ قرارات واختيارات، ومنذ البداية قلت إننا بحاجة إلى جميع اللاعبين، والأهم بالنسبة إلي هو أن يقدم اللاعب الذي يبدأ المباراة أداء جيدا، وكذلك اللاعب الذي يدخل أثناء اللقاء. وحتى الآن سارت الأمور بهذه الطريقة، وآمل أن تستمر كذلك. بطبيعة الحال، فإن القرار يعتمد أيضا على طبيعة المباراة والظروف المحيطة بها، إضافة إلى اختلاف خصائص اللاعبين بشكل طفيف. لكن في النهاية سيحصل كل واحد منهم على فرصته، وسيكون له دور في وقت ما. مرحبا ديشان. فيما يخص أوريلين تشاوميني، بعد غيابه عن مباراتين، هل تشعر بالقلق من عدم قدرته على المشاركة أساسيا غدا؟ وكيف تقيم حالته البدنية؟ وبالنسبة للمنافسة بين برادلي باركولا وديزيريه دوي، هل تراها وسيلة للحفاظ على جاهزية اللاعبين وجعلهما يقدمان مستوى أفضل؟ بالنسبة إلى تشاوميني، ففي المباراة الماضية رغم وجوده على مقاعد البدلاء كان خطر إشراكه مرتفعا جدا، لذلك فضلت عدم المخاطرة. أما اليوم فهو في وضع أفضل بكثير، رغم أنه لم يتعافى بنسبة 100%. نحن نتحدث عن نصف نهائي كأس العالم، وآخر مباراة خاضها كانت قبل نحو 15 يوما، لكن هذا ليس عائقا حقيقيا. الأهم أنه أصبح متاحا للمشاركة، وكما قلت لم أشركه في المباراة الماضية لأن نسبة المخاطرة كانت كبيرة. أما الآن فهو جاهز من جديد. أما المنافسة بين باركولا وديزيري دوي فهي أمر إيجابي. اللاعبان يعرفان بعضهما جيدا، ويكن كل منهما الاحترام للآخر، وكلاهما يمتلك